يعني أنا أذكر من سنتين نادي الزمالك كان بيمُر بمرحلة سيئة جدًا من العك، اللي هي الفترة اللي هي يعني اللي مشى بعدها فيريرا في الولاية التانية. أنتم فاكرين طبعًا فيريرا في الولاية التانية جه في آخر موسم 22 وأخد الدوري من الأهلي، وفي موسم 23 الزمالك دخل مع فيريرا في نفق مظلم، ففيريرا مشي. وكان وقتها في مجموعة من اللعيبة الصغيرة طالعة في الزمالك، لعيبة صغيرة في السن، وكان موجود برضه مجموعة من اللعيبة النُص، أو الربع لِبّة يعني كان يعني تشكيل الزمالك يعني mix ما بين اللعيبة النُص واللعيبة الصغيرة في السن ومعاهم زيزو. الكلام دوّة في أول 23 ودخل الزمالك وقتها في نفق مظلم مع فيريرا ومشّى فيريرا. فميدو كان مسؤول على إنه يجيب مدرب للزمالك في هذه الفترة، فألِف ب تفكير، وهو لو ميدو دوّة بيفكّر بربع جنيه، كان هيجيب مدرب يشتغل مع المجموعة الموجودة الميكس العجيب اللي موجود في سكواد الزمالك دوّة، ويطلّع منه يعني هو فسيخ الميكس دوّة عبارة عن فسيخ، مجموعة من الفسيخ. المدرب بقى المفروض ييجي يطلّع من الفسيخ ده شربات، ويبدأ يشتغل على قد القماشة اللي موجودة، تكتيكيًا وبدنيًا وكل حاجة. ده المفروض ييجي المدرب اللي المفروض ييجي يشتغل على قد الإمكانيات اللي موجودة تحت إيده. ميدو بقى العبقري ميدو اللي قالب الدنيا دلوقتي في موضوع التحكيم، وهو اللي متصدر المشهد في الزمالك ومش عارف إيه، راح جاب مين؟ راح جاب أوسوريو يعني آخر واحد ممكن يدرّب الزمالك في هذا الوقت، اللي هو أو الربع الأول من 2023. أوسوريو. أوسوريو المدرب ال 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 اللي خياله هربان منه، مش خياله واسع، ده خياله هربان منه، وعايش دور جوارديولا وبيلعب بطريقة 5-0-5، وهو عايز بقى يلعب زي جوارديولا وهو معاه مصطفى شلبي وعمرو السيسي ورؤى أو محمد أشرف رؤى. أنت متخيل العبث؟ فده بيقول لك قد إيه إحنا عندنا في مصر ناس ما بتفكّرش أصلًا، ناس بتاعة بروباجندا، تحب تعمل زيطة على الفاضي. يعني أنت يا ميدو بدل ما تروح تجيب مدرب يشتغل على قد القماشة اللي موجودة تحت إيده، أنت رايح تجيب مدرب أو جايب مدرب عايز يلعب زي جوارديولا مع عمرو السيسي ومحمد أشرف رؤى.